نفسك تعملي بسبوسة مرملة ودايبة زي بتاعة المحلات بالظبط؟ النهاردة هقولك طريقتي الخاصة وسر القوام المثالي. كتير بيشتكي ان البسبوسة يا بتطلع ناشفة يا بتطلع مكتومة او حتى الشربات مش بيتشرب جوه. النهاردة قررت اجمع لكم كل اسرار الحلواني في فيديو واحد. هنعمل بسبوسة مرملة ودايبة واخدة لون ذهبي يجنن. ما تنسوش تصلوا على النبي. انا اي حلمي. اول حاجة هنحتاج 3 كوبايات من دقيق السميد، واهم حاجة يكون نوع نضيف. انا بجيبه من عند العطار اللي هو السايب، وبجيب نوع وسط لا ناعم ولا خشن. هضيف عليهم نص معلقة صغيرة بيكنج باودر وهقلبهم وهسيبهم على جنب. وتعالي بقى نحضر الخليط السحري اللي هيخليها طرية زي الزبدة. في حلة على النار هنحط كوباية الا ربع لبن، ويفضل يكون اللبن رايب. هضيف عليها كوباية الا ربع سمنة ونص كوباية سكر، وعشان التماسك واللمعة بتاعة المحلات هنضيف معلقتين كبار عسل جلوكوز، وهنقلبهم كويس لحد ما كل حاجة تدوب وتتجانس بس. وهنقفل النار، احنا مش عايزينه يغلي، احنا عايزينه يدوب بس. دلوقتي بقى هننزل بالخليط السائل على المكونات الجافة. خدي بالك البسبوسة مش بتتعجن، يدوب بس تقليبة خفيفة عشان نغلف دقيق السميد بالسوائل. واول ما يختفي الدقيق نوقف. العجن الكتير بيخليها تنشف وتعمل عرق، واحنا عايزينها مرملة. لو لسه ما عملتيش لايك واشتراك في القناة دلوقتي اعملي عشان يوصلك كل وصفاتي. دلوقتي بقى معايا صينية مقاس 30 او 32، هتدهنيها بالسمنة كويس وهتنزلي بالخليط بتاعك وسويه بالراحة. سر بقى من اسرار النجاح، سيبي الصينية ترتاح على الرخامة لمدة نص ساعة قبل الفرن. الخطوة دي بتخلي حبات السميد تتشرب السوائل وتنفش، وده اللي بيدينا القوام المرمل المظبوط. والفرن لازم يكون سخن. هندخلها على درجة حرارة 200 اول 10 دقايق عشان ترفع، وبعدين هنهدي النار لدرجة 180 ونسيبها حوالي نص ساعة لحد ما الجوانب تتحمر. ساعتها بقى هنعرف ان هي استوت من تحت. هنطفي من تحت ونشغل الشواية 10 ثواني. خليكي مركزة معاها لان الوش بيلقط لون في ثانية، واحنا عايزين اللون الذهبي الجميل ده. اول ما تخرج هنسقيها بالشربات السخن. لازم الشربات يكون سخن والبسبوسة كمان سخن. عملنا الشربات بكوبايتين ونص سكر على كوبايتين ونص مية. وغطي الصينية بقى وسيبيها تهدى خالص قبل التقطيع. لو لسه ما عملتيش لايك واشتراك في القناة دلوقتي اعملي عشان يوصلك كل وصفاتي. شايفين الجمال؟ لون موحد، قوام مرمل، وطعم بجد احلى من الجاهز بكتير. جربوها بنفس المقادير والتركات دي وانا واثقة انكم هتدعولي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وقولولي في الكومنتات بتحبوا البسبوسة سادة ولا بالقشطة. ولو حابين نعمل لكم اي وصفة اكتبولي في الكومنتات. وما تنسوش فما ضاقت الا وبالاستغفار فرجت. استغفر الله العظيم واتوب اليه. سلام.